لا ما تهزريش، انت بتتكلمي بجد؟ معقوله لحد دلوقتي بتستخدمي الشاور جل وانت داخله تاخدي شاور؟ تقولي امال استخدم ايه يعني؟ هقول لك استخدمي صابونه طبيعيه تدي لجسمك فوايد وانت في الشاور. ولو تفتكري انا قايله لك كده من زمان قوي، بقالي سنين يا جماعه ما بستخدمش شاور جل، ولو استخدمته بيكون كده يعني مره في الاسبوع. الكلام ده من وانا في ثانوي. لو مش عارفه تستخدمي صابون ايه تعالي وانا اقول لك. وانت عايشه في الجي سي سي اكيد شفتي الصابونه دي، الكل بيتكلم عنها. انت بس لو عملتي سيرش باسمها هتلاقي لها مليون ريفيو. يعني بذمتك اختاري انت تاخدي شاور بشاور جل ولا تاخدي شاور بصابونه الكركم، اللي مش بس فيها كركم، ده فيها جوز هند وفيها زيت خروع وطبعا مستخلصات الكركم اللي بتنور الجسم يا جماعة. ده كلام حقيقي مش كلام دعاية. بصوا شكلها، اولا شكلها يتاكل. شايفين احترام الصابون؟ جربي الصابونة دي في الفيرست والسكند كلينز بتاعتك في الشاور، وعايزه اقولك ان انتي بشرتك هتنضف نظافة، ومع الوقت البشرة فعلا بتفتح. مش اول مره استخدمها، انا بقالي كتير جدا بستخدمها، بس ما صدقت ان انا الاقيها في مصر تاني. كان بقالي سنين ما شفتهاش في مصر. جربوها على ضمانتي، لان دي احلى صابونه ممكن تاخدي بيها شاور.